التراجع فن مش عن بس الأول لازم نعرف يعني إيه تراجع. بص، هو استغفر الله العظيم يعني إن روحك بتنتقل من جسمك لمكان تاني، سواء جسم تاني لسه مولود أو إن روحك ترجع للماضي أو للمستقبل 10 أو 20 سنة لنفس الجسم. وأحيانا في نوع من المتراجعين بيعمل زي فيلم ألف مبروك كده، كل يوم يموت فيه يعيد اليوم من أوله. وهنا يأتي الفرق الجوهري في استخدام الميزة دي. معانا هنا بطلين، واحد عرف يستخدم الميزة دي بأفضل طريقة، والتاني غبي وفاشل ومفيهوش حاجة مميزة غير قدرته على التراجع. اللي هتكلم عليهم النهاردة هما أنكريد من مانهوت Eternally Regressing Night، والسوبارو من أنمي ري زيرو. سوبارو مات 3 ل4 مرات عشان يفهم بس انه يقدر يعيد اليوم، وحتى بعد التكرار المستمر مقدار فهمه للمعلومات عن العالم اللي هو فيه او مهارات السيافة او السحر مثلا قليلة جدا. هو مركز على النسوان او صدمة الالم اللحظي عند موته، او تحسه بيعيد اليوم وخلاص مع تغير بسيط جدا في خطته. على الجانب التاني أنكريد أدرك على طول إن في لعنة صابته وخلته يعيد اليوم، واستغل اللعنة دي لصالحه عشان يطور من مهاراته ويقدر يتخطى المصاعب اللي بتواجهه. وهنا تأتي النقطة الرئيسية في مشكلتي مع سوبارو، وتتلخص في حاجتين: الأولى شخصيته المستفزة، وثانيا طريقة تفكيره وتعامله مع التراجع. مشكلة سوبارو إنه ما عندوش هدف، هو عايز ينجو وخلاص، ويحب ويتحب وفاكر نفسه في انمي رومانسي. وحتى لما بيحدد هدف بيكون على المدى القصير عشان يحل مشكلة بتواجهه في الإعادة دي، اللي هو يوم بس بيتكرر يعني. هتقولي طب ما هو إنسان طبيعي جدا أهو، أنت عايزه يعمل إيه يعني؟ ركز معايا أنكريد عمل إيه. أولا هو كان عنده هدف إنه يزداد قوة عشان يبقى فارس، ودي كانت حاجة قوية في العالم بتاعه. ثانيا خلال سعيه لهدفه كان بيعمل خطة بتبص لبعيد. يعني هو مثلا في بداية القصة كان فاشل في استخدام السيف، لكن في إعادة من الإعادات جه واحد زميله موهوب وعرض عليه إنه يعلمه السيافة، فعمل إيه؟ بقى يروح يتعلم منه، وتاني يوم يموت في ساحة المعركة ويعيد اليوم من أول وجديد. فضل يعمل كده كام مرة بقى؟ 400 يوم، وفي اليوم ال401 قدر يعدي اليوم. ركز معايا قوي هنا، لو سوبرو اللي بيعدي اليوم ده كان ممكن يعديه أسرع من كده بكتير، لأن هدفه يعدي اليوم نفسه أو ينجو من اليوم وخلاص. لكن أنكريد هدفه يكسر ويتخطى جدار حدوده، بحيث لما يعدي اليوم ده معناه إنه بقى أقوى من المصاعب اللي بتواجهه في اليوم ده. هبسطها لك، مش في الموسم الأول من ري زيرو كان في مغتالة عايزة تقتل سوبرو، فهو عمل إيه؟ خطط وعمل حيل عشان يقدر ينجو منها، وفي الآخر جه راين هارت وقتلها. أنكريد بقى ما يمشيش معاه الكلام ده، كان هيقعد يعيد اليوم ويقاتل في المغتالة كل يوم لعند ما يقدر يغلبها، وطبعا خلال التكرارات هيدور على طريقة تدريب عشان يقدر يتفوق عليها. هنا تأتي لحظة الاحترام والتقدير للشخصية، لأن أنكريد هتبص تلاقيه بعد مثلا 10 حلقات اللي هي اللوبس الزمنية بتاعت التكرار اللي كل واحدة فيهم ممكن تبقى أيام كتير دي، هتلاحظ إنه ازداد قوة عن بداية القصة وبدأ يتطور، وعدد الأعداء اللي يقدروا يقتلوه قل عن بداية الفصول. في الجهة التانية معاك سوبارو اللي هدفه يعيش وخلاص. ما حصلش تغير كبير في قوته عن بداية الأنمي، يعني احنا في الموسم الرابع والباشا لسه في نفس مقدار القوة بتاع الموسم الأول، غير بقى الغباء وانعدام الهدف أكتر حاجة رخمة في وشخصيته اللي مركزة مع البنات والرومانسية والحياة اليومية وحاجات مش وقتها خالص، يعني في قصة ملحمية وأكشن وكده. وتحسه عيل سيس ضعيف من غير هدف، وكل اللي في دماغه بنت تقول له سوبر وتشان دي كل أحلامه يعني. ومعانا أنكريد اللي بيتدرب كل يوم الفجر وبيحسن من مهاراته وحواسه باستمرار، وماشي على مسار السيف على خطى واضحة في طريق حلمه. دي وجهة نظري، قول لي انت وجهة نظرك، مين أحسن متراجع في عالم الأنمي والمانهوا؟ ما تنساش الاشتراك وتعمل لايك لو عجبك الفيديو. السلام عليكم.